أهلا بيكم. كلنا أكيد مرينا بالموقف ده، تكون بتتكلم مع تشات جي بي تي وتحس إنك بتكلم حيطة بالظبط. فجأة كده ينسى كل كلمة قلتها من دقيقتين. ما تقلقش، المشكلة مش عندك. النهاردة بقى هنكشف السر ورا ذاكرة الذكاء الاصطناعي دي. هنفهم هو ليه بينسى، والأهم من كده إزاي إحنا كمهندسين بنقدر نبني له ذاكرة صناعية تخليه فعلا يفتكرنا. والموضوع ده على فكرة مش مجرد فضول، لأ ده يعتبر أساس بناء أي تطبيق ذكي بجد. يعني السؤال اللي بيحير الكل، ليه الموديل بينسى؟ بنكون في نص محادثة عميقة وبنشرح له فكرة، وتلاقيه فجأة بيرد رد عام جدا كأنه أول مرة يشوفنا، أو الأسوأ يسأل عن حاجة لسه قايلينها من ثواني. إيه اللي بيحصل في الكواليس بالظبط؟ هل هو بيستعبط؟ طيب مستعدين للحقيقة الصادمة؟ الحقيقة هي إن الموديل ده أصلاً ما عندوش ذاكرة خالص، زيرو. أيوة زي ما سمعتوا كده، كل مرة بنتكلم معاه هو بيقابلنا كشخص غريب أول مرة يشوفه. كل محادثة هي صفحة بيضة بتتمسح أول ما الشات بيتقفل. وعشان نفهم القصة دي كلها هنمشي فيها خطوة بخطوة. هنبدأ الأول نفهم ليه أصلا بينسى، بعدين نشوف الحل المؤقت اللي الشركات بتستخدمه، وبعدها الحل الجذري اللي احنا بنبنيه بإيدينا. وهنوضح فرق مهم جدا الناس بتتلخبط فيه. وفي الآخر خالص هنشوف كل ده فايدته إيه على أرض الواقع. يلا بينا. تمام، خلينا نبدأ بأول جزء ونفك شفرة النسيان دي. ليه أذكى موديل في العالم ذاكرته زي ذاكرة السمكة؟ السر كله في كلمة واحدة: طبيعته. المصطلح التقني اللي بنستخدمه في المجال هو stateless، يعني عديم الحالة. فكروا فيها كده كأنها آلة حاسبة. لو حسبت عليها 2 زائد 2 هيطلع 4. تمام؟ لو جيت سألتها بعدها الناتج اللي فات كان كام، هتبصلك باستغراب. هي أصلا ما عندهاش أي فكرة أنت بتتكلم عن إيه. كل عملية حسابية منفصلة تماما عن اللي قبلها. وده بالظبط اللي بيحصل مع ال LLM. كل برومبت بتبعته هو بداية جديدة تماما، كأنك بتقابل شخص غريب لأول مرة. والجملة دي بقى هي خلاصة الخلاصة. لو هنطلع بحاجة واحدة من الجزء ده، هي دي: الموديل مش بيفتكر، هو بيعيد قراءة السياق. طب إيه هو السياق ده اللي بيقراه كل مرة؟ أهو ده بقى اللي هينقلنا للنقطة الجاية. طيب بما إنه بيعيد قراءة السياق، يبقى لازم نفهم إيه هو السياق ده. هنا بيظهر مصطلح مهم جدا اسمه شباك السياق أو الكونتكست ويندو. وده نقدر نقول إنه ورقة الملاحظات المؤقتة اللي الموديل بيكتب عليها كل حاجة. الكونتكست ويندو ببساطة هو الحد الأقصى من الكلام اللي الموديل يقدر يشوفه في نفس اللحظة. الكلام ده بنقيسه بوحدة اسمها tokens، اللي هي تقريباً كلمات أو حتى أجزاء من الكلمات. تخيلوا إن الموديل معاه كشكول صغير وكل كلمة بنقولها بيكتبها فيه. المشكلة إن الكشكول ده صفحاته محدودة. الكشكول الصغير ده بقى بيتملي بإيه؟ مش بس آخر سؤال سألته، لأ، ده فيه سؤالك الحالي والإجابات اللي فاتت والمحادثة كلها من أولها، وكمان أي تعليمات إحنا كمبرمجين حاطينها له في الخلفية. كل ده بيتخانق على نفس المساحة المحدودة دي. ولما المساحة دي بتتملي بيبدأ يمسح أقدم حاجة، يعني بينسى أول الكلام اللي اتقال في المحادثة. وهنا طبعا بيجي السؤال المنطقي جدا: طيب ما نكبر له الكشكول ده وخلاص، يعني بدل ما هو كام 1000 توكن نخليه مليون، وبكده المشكلة اتحلت، صح؟ يا ريت الموضوع كان بالسهولة دي. تكبير الكشكول ده ليه تمن غالي قوي. أولاً، التكلفة بتضرب في السماء لأن كل حرف زيادة بيحتاج قوة معالجة ضخمة. ثانياً، الرد بيبقى بطيء جداً لأنه محتاج يقرأ المليون صفحة دي كل مرة. ثالثاً، تخيل بتحاول تلاقي معلومة في كتاب من مليون صفحة من غير فهرس، هيحصل له دوشة ويتلخبط. ده غير إن في حدود تقنية وهندسية بتخلي الموضوع صعب جداً حالياً. طيب بما إن الكشكول الداخلي صغير ومؤقت، يبقى الحل مش إننا نكبره. الحل إننا نديله مخ خارجي زي هارد ديسك كده، يقدر يسجل فيه كل حاجة بشكل دائم، ونقدر نرجع للمعلومات دي وقت ما نحتاج. وهنا بندخل في عالم بناء الذاكرة طويلة الأمد. وعشان الصورة تبقى أوضح خلينا نقارن. الذاكرة قصيرة المدى دي هي الكونتكست ويندو، سريعة لكنها بتتمسح مع كل محادثة. إنما الذاكرة طويلة المدى هي المخ الخارجي ده، اللي غالباً بيكون حاجة اسمها فيكتور داتابيس. ودي ببساطة قاعدة بيانات متخصصة في تخزين معاني الكلام، مش مجرد الكلمات نفسها. ودي بقى ذاكرة دايمة وتحت سيطرتنا الكاملة. طيب العملية دي بقى بتمشي إزاي؟ الموضوع بسيط، تخيلوه معايا في 4 خطوات. أول حاجة، المستخدم بيقول حاجة، أي جملة. تاني خطوة، السيستم بتاعنا ياخد الجملة دي ويحولها لحاجة اسمها embedding. الامبيدنج ده ببساطة هو بصمة رقمية
زي ما تقول كده إحداثيات على خريطة بتمثل معنى كلام مش الكلام نفسه. تالت خطوة بناخد البصمة دي ونخزنها في المخ الخارجي بتاعنا. رابع خطوة ودي الأهم، المرة الجاية لما المستخدم يتكلم السيستم بيعمل بصمة جديدة لكلامه ويروح يدور على أقرب بصمات ليها متخزنة في المخ الخارجي، يقوم جايب الذكريات دي ويحطها في الكشكول المؤقت عشان الموديل يشوفها وهو بيرد، وبكده يفتكر. هنا بقى في نقطة جوهرية ومصدر لخبطة لناس كتير جدا حتى اللي شغالين في المجال. إيه الفرق بين الذاكرة اللي بنتكلم عليها دي وبين المعرفة اللي الموديل أصلا متدرب عليها؟ خلينا نحسم الجدل ده مرة واحدة. بصوا على المقارنة البسيطة دي. الذاكرة هي التجارب الشخصية بتاعة الموديل معانا، محادثتنا، تفضيلاتنا، اسمنا، ودي حاجة ديناميكية بتتغير كل يوم. أما المعرفة اللي بنستخدم فيها تقنية اسمها RAG هي المكتبة اللي عند الموديل، معلومات عن تاريخ مصر، قوانين الفيزياء، ودي حاجة ثابتة ما بنلعبش فيها. يعني القاهرة عاصمة مصر دي معرفة، إنما أنا اسمي محمد وبحب القهوة دي ذاكرة. والجملة دي بتلخص كل حاجة. المعرفة هي ما يعرفه النظام، والذاكرة هي ما مر به النظام. ببساطة شديدة، واحدة هي مكتبة عامة والثانية هي دفتر يومياته الشخصية. طيب كل الكلام التقني الجميل ده إيه لازمته في الآخر؟ يعني ليه كل التعب ده؟ هنا بقى بنشوف القوة الحقيقية للذاكرة في الجيل الجديد من التطبيقات اللي بنسميها agents. تخيلوا مساعد ذكي ما عندوش ذاكرة، بتقولوا له أنا مطور باك إند، اديني أفكار مشاريع، هيديكم لستة أفكار عامة ومملة. تيجي تسأله سؤال تاني بعدها ب5 دقايق هتلاقيه نسي أصلاً إنك مطور ويبدأ يكلمك كأنك لسه بتبدأ في المجال. تجربة محبطة جداً. لكن شوفوا الفرق، لو المساعد ده عنده ذاكرة هيسجل في دفتر يومياته إنك مطور باك إند. المرة الجاية لما تكلمه هيبدأ كلامه بما إن حضرتك شغال باك إند فكرت قبل كده تعمل. هنا بيتحول من مجرد أداة غبية لمساعد شخصي فهمك بجد. وبكده نكون لفينا لفة كاملة على الموضوع. تعالوا بقى نلخص كل ده في كام نقطة أساسية، دي الحاجات اللي فعلاً لازم تفضلوا فاكرينها. أولاً لازم نفتكر دايماً إن الموديل بيتولد فاقد الذاكرة. تانياً الكونتكست ويندو ده مجرد حل مؤقت ومساحته محدودة جداً، عشان كده الحل الحقيقي هو إننا بنبني له ذاكرة خارجية. ومهم قوي نفرق، الذاكرة دي هي تجاربه، أما ال RAG فهو مكتبته. وفي النهاية كل ده عشان نوصل لإيجنتس ذكية بتتعلم وبتتطور معانا وبتحس إنها فعلاً بتساعدنا. وركزوا في النقط دي لأنها حرفياً أسئلة انترفيوهات. لما حد يسأل ليه ال LLM بينسى، الإجابة لأنه stateless وعنده context window محدود. طب إيه الحل؟ الإجابة بنبني له ذاكرة خارجية باستخدام تقنيات زي الفيكتور دي بيز. والذاكرة دي بتتخزن فين؟ الإجابة غالباً في فيكتور داتابيسز. كده أنت جاوبت إجابة بروفيشنال وفاهم. وبكده إحنا مش بس فهمنا أساسيات ذاكرة الذكاء الاصطناعي، لأ، إحنا معانا مفتاح بناء الجيل القادم من التطبيقات. الخطوة الجاية عليكم، ممكن تتعمقوا أكتر في الأبحاث أو الأفضل تبدأوا تبنوا مشروع بنفسكم. دلوقتي أنتوا فاهمين إن بناء AI بيتذكر مش سحر، دي هندسة. والسؤال اللي هسيبه لكم، إيه أول حاجة هتخلوا ال AI بتاعكم يفتكرها؟